يعرف شوية يعرف. بس شو يسوي بعد؟ هم خوفا عليه يعني. يلا بقى يريد ينهج. والله حالته مثل ما تفضلت وشفت، يعني حالته كلش تعبانه، يعني هو حريق ونفس الوقت كل شيء ما يعرف، يعني قلت لك نخليه برا يطلع ويا الجهال، يعني ما يعرف سياره، يذب نفسه جوا السياره، يعني ما يمشونه طبي، فاحنا اضطرينا يعني الحفاظ عليه وعلى نفسه، خليت له هذا القفص، يعني وقت راحته اخليه بيه مثلا، وقت النوم ماله، يعني ما يعرف، نخليه ينام برا ما يعرف، يطلع يفتح الباب ويطلع برا، فالحفاظ له خليت له هذا القفص. إمكانيتي بعد راتب محدود، يعني الله يعلم بحالي، يعني راجعت به هواي، ولحد اختي هم قلت لك الثانيه يعني هم راجعت به، فما اقدر يعني ظل يصير عندي نقص، يعني من ناديتي تعبان، فما اقدر يعني عليه بعد الله. يعني يريدوا يسجلوا ذوي الاحتياجات الخاصه، يريد له سياره توديه وتجيبه، انا رحت لهم فقالوا لازم سياره تجيبه وتوديه، يعني هم مكانهم بالجمعيات، يعني انا بعيد عنهم عن شط العرب، تجي له سياره تروح وياه ولازم واحد خاص وياه، زين انا شرطي موظف، يعني فما حد وياه، يشوف امه عندها اطفال اثنين غيره، يعني من اللي يروح وياه من اللي يجي وياه ما اعرف، يعني انا شلون دوامي ما اقدر، يعني يفرقوني من دوامي علي مثلا، الحكومه تلتفت لي، فهاي وضعيتي، السياره اريد يعني كروه اريد لها 300 توديه وتجيبه، فانا امكانيتي ما تسمح لي وما اقدر، يعني وضعيتي صعبه كلش. من نطلعه يظل يطق بينا ويقتلنا، بس احنا اضطرينا نخليه بالقفص لان يعني يأذينا، يعني نار جدر يحط، يعني يحط ايده عليه حار يعني مثلا، او يقلب او يكسر ما يعرف شيء، اضطرينا يعني لان حتى المنطقه قالت يعني انتم ما ترضون ذابينه، فاضطرينا يعني نخليه بالقفص، لان اهل المنطقه ظلوا يشتكون من عنده يقتل جهالهم، برا يطلع يقرق ينسحق، مره انسحق مره قرق، فاضطرينا يعني هذا الحل اللي قدرنا عليه، ونهار ما يعني ما مرتاحه، بس شو اسوي يعني هذا الحل، اكو حل عندكم ثاني شوفوا لي.